في دائرة إضراب المصارف المغلقة باب واحد مفتوح للسحب ATM، فالخدمة مؤمنة طالما أن المبالغ موجودة داخل المكانات التي منها ما هو متاح على مدار اللحظة، وآخر يغلق بأبواب حديدية عند المساء، والباقي أصلا تم تعطيله أو تكسيره. ما وقفنا خدمة ATM، يعني ATMات عم بيضل تعبئة المال ATM وشغال لحتى يضل زبون ما ينقطع. عم نجي كل يوم بيتم تعبئة ATMات والأمور ماشية طبيعي، والزبونات عم يسحبوا مصاري يعني من ATM. بس عم نشوف في ATMات عم تكون مثلا مثل الساعة 1:30 مسكرة. صح، أوقات بصير في شيء بروبليم معين، أوقات بتفضل مكنة بشكل مفاجئ، لانه نحن عم نجي بكير بنعبي ATMات وبتعرف بنعبي يعني في ليميت معين، اوقات بيخلصوا بنرجع بنضطر انه نعبي، اوقات الصبح بنرجع بنعبيه مره ثانيه، وحفاظا كمان على ATMات. يعني فتره من الفترات كانت ATMات عم تتكسر، عم يحرموا غيرهم من هالخدمه. ليه ما بتكتروا الكمية لتضلها تخدم العالم؟ عم نكترهم بس ما في كثير يعني سحوبات، عم نجي كل يوم الصبح بنرجع نعبي مرة ثانية. في مثلا عملاء مضطرين على معاملات، خلينا نستفيد من وجودك معنا، بتلبوهم ولا اضراب؟ اكيد فيني دقوا على الكول سنتر، والكول سنتر برجع بقول لك 24 ساعة الكول سنتر شغال وعم بيقدم الخدمة بشكل طبيعي. مش بس ATM عم بحكي، بس ATM. نعم. يعني إذا أنا مثلا مودعة وعندي مبلغ بدي أسحبه ضروري لهدف معين، برغم الأضراب بتلبوني؟ عم نلبي، بس يدق على الكول سنتر أي إنسان عنده أي حاجة ملحة ضرورية حالة إنسانية عم بيلبي الكول سنتر فورا. المودعون منهم من كانت عملية بحثه طويلة عن ATM شغالة وفيها مصاري، ومنهم اللي مسهلي معه من أول برمة. لا فيها مصاري، انه هلا طلعنا منا مش هو البنك الوحيد لهلا. قديش جربت؟ كم بنك؟ كم ATM؟ 5 6 لقيت هون والبنوك كلهم الباقيين ما في. فيش مبالغ فيهم. قد ما بدك مبلغ عم بيكون موجود؟ والله المبلغ اللي بدي اياه كان موجود. في عندنا ثقة بالبنوك كثيرة كانت، بس بكل أسف أكلنا البوكس. هيدي المحاولة الرابعة. والATMات ما بتلاقي مفتوح؟ أبداً ما في مصاري أبداً. بالنسبة للي برمتون ما في. عم جرب دولار هلا ماشي الحال. عم تقدر تسحبي أي مبلغ بدك إياه؟ ايه لأنه هذا فريش أكاونت. صار تبقى بالATM. إذا بحسب المعنيين فإن خدمة الATM ستكون متوفرة طيلة فترة الإضراب، ولكي تكون متاحة 24/24 على المصارف أن تزيد المبالغ الموضوعة لتكفي الكل. رشا الزنهاشم، NBN.